يا ريتنا كنا جنب دولة مسيحية كافرة. سلام الرب يسوع المسيح معكم. اليوم حابب أشارك معكم موضوع جدا مهم، وهو شوفوا كما تكلمت الامرأة الفلسطينية ربنا يبارك حياتها. صدقونا أنا ولدت باليمن، تربيت في عائلة مسلمة، وأعرف كيف في اليمن يكرهون المسيحيين واليهود، وكيف يدعون بالنسبة في اليمن اليهودية هي لعنة. فأنا كمسيحي حاليا الله طهرنا وأنا أصبحت مسيحي، أنا لا أتدخل بالسياسات ولا أتدخل بالحروب. أنا أعلن يسوع المسيح هو المخلص الوحيد. فكثير من الناس يفكروا إن أنا عميل لإسرائيل أو مساعد. أنا ما أتدخل أصلا، ما عنديش علاقة مع إسرائيل. أنا أحب المسلمين الفلسطينيين اليمنيين، أحب أيضا اليهود، وأصلي إنه إلهنا يسوع المسيح يخلصهم. لازم يتوبوا توبة حقيقية. هنا في الكتاب المقدس هذا العهد القديم التوراة، والعهد الجديد اللي هو الإنجيل، هذا كتاب واحد كتاب المسيحيين. وهنا في تكوين قال الرب يسوع المسيح هنا يهوى ألهيم، وقال الرب لإبراهيم اترك أرضك وعشيرتك وبيت أبيك واذهب إلى الأرض التي أريك فأجعل منك أمة كبيرة وأبارك وأعظم اسمك وتكون بركة لكثيرين وأبارك مباركيك وألعن لاعنيك وتتبارك فيك جميع أمم الأرض. الآن كما شفتوا هذا الفيديو كيف إنه حتى هذه المسلمة المحترمة ربنا يبارك حياتها خلص قد هو الكراهية في العروق بالدم، يعني تكره المسيحيين، فالتكفير بالنسبة لهم يعني أصبح في الدم. فقالت يا ريت وهي تعيش في دولة مسيحية كافرة. فنحن بالنسبة لهم كفار. فنحن ندعيهم إنه لا سلام ولا محبة يملأ قلوبكم إلا إذا تبتوا توبة حقيقية وآمنتوا بالرب يسوع المسيح. فأنا أدعوكم ارجعوا للرب يسوع المسيح، يا فلسطينيين ارجعوا للرب يسوع المسيح، يا إسرائيليين ارجعوا يا الرب يسوع المسيح، يا يمنيين. أنا في دولتي هنا عشرات السنين من الحرب، ما حد أيها المسيحيين ما حد منكم وقف مع اليمن، واليوم هذا تطلعوا تعاتبون لأننا أتكلم الحق وأتكلم من الكتاب المقدس وأعلن المسيح لفلسطين وأعلن المسيح لا إسرائيل، وأقول فلسطين للمسيح وإسرائيل للمسيح. فأنتم هذا نفاق كبير يا مسيحيين، خرجونا من المجموعات، لغوا طلب الصداقة. طبيعي جدا أنا لا أتدخل بالسياسة، بل إذا كان نظرتكم لهذه الحقيقة بهذه المستوى أنتم حر. فأنا أشوف هذا عميان وليس حقيقة، لأنه أنا أتبع الكتاب المقدس، وما قال الكتاب المقدس أقوله للجميع بدون لا أخجل، حتى لو كلفنا الأمر لو خسرت العالم كله، لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أنا ربحت روحي، ربحت الرب يسوع المسيح ملك السماوات والأرض. لو خسرت كل المتابعين من أجل الحق لا يهم هذا الشيء. أنا سأعلن بالحق، لا تتحزبوا، والرب يسوع المسيح قال لا تتحزبوا. أصلي من أجل الفلسطينيين اللي يكرهون ويتمنون الموت، واليمنيين اللي يكرهون ويتمنون الموت، وصلي من أجل الإسرائيليين أيضا اليهود، لأن الرب يحبهم كما يحب الفلسطينيين، كما يحب المسلمين، كما يحب اليمنيين. فأرجوكم بدون أي نفاق، بدون أي تأثير إسلامي عليكم أيها المسيحيين، في الذات المسيحيين، بدون أي تأثير إسلامي أو ثقافة إسلامية أثرت عليكم أيها المسيحيين العرب. حتى للأسف الشديد المسيحيين في أوروبا تأثروا بالثقافة الإسلامية. فأنا أدعوكم أن تثبتوا بالحق، اثبتوا بالرب يسوع المسيح، تقووا بالرب، تمسكوا بالرب يسوع المسيح، لأن يسوع المسيح هو الأساس تبعنا، هو الصخرة، هو الإله الحي، هو أمس العهد القديم والعهد الجديد، هو أمس واليوم وإلى الأبد. فخليكم بالرب يسوع المسيح، تمسكوا بالرب يسوع المسيح، لأن يسوع المسيح هو الطريق والحق والحياة. لا تقفوا مع أي جانب. واللي يفهمنا انه يقول انا يعني عميل، انا ما أناش عميل، ولا انا عميل للرب يسوع المسيح، انا عميل للرب، انا من مخابرات يسوع المسيح. هللويا، المجد لك يا رب يسوع المسيح.